هاك يا بنتي. دابا تكلمي. فوالا على خاطر هاجا. لا السلام عليكم، انا سميرة الغناوي. جيت من المغرب 2015 29 شهر 12 2015. اتصلت بيا مدام العلوي، كنت خدامه في الدار البيضاء مع ناس مزيانين، ما خاصني معاهم حتى شي خير. اتصلت بيا وقالت لي واش يمكن لك تجي معايا لفرنسا. ها شحال غادي تشدي في الشهر، اللي هي 1,080,000 ريال في الشهر، ساكنه واكله شاربه، عندك كونطرا فيها عام ونص، ملي غتسالي العام ونص غادي نزيد معاك عام ونص وحده اخرى هي 3 سنين. انا فضلت مني هي ما جبدتليش الموضوع ديال السيار ديال باش نصوب الوثائق اللي غنجي بهم لفرنسا، صوبته من راسي. علاش؟ حيت 1,5 مليون راه نقدر نردو غير في شهر وشهرين. الخدمه ديال المغرب ماشي ديال فرنسا، ماشي هي ديال المغرب. وصوب داكشي كله ديالي، وقطعت البيي وجيت لعندها بوحدي، شديت الفيزا من الرباط وجيت بوحدي، وثقت فيها ثقه كبيره باش على حساب الهضره اللي اتفقت معايا عليها. وقالت لي غادي ندير لك كارت دو سيجور، يمكن لك تجي المغرب فوق ما بغيتي، فوق ما بغيتي تدخلي تشوفي ولدك ماشي مشكل. انا داكشي علاش جيت، ثقت بها وجيت عندها بنيتي، ما كاين حتى شي حاجه. ملي وصلت للدار لقاني الشيفور المطار، مشيت عندها للدار، تقول مستحيل، واش هي هذيك المراه اللي كانت كتهضر معايا في التليفون؟ من هزيت مراه وحطيت مراه واحده اخرى، كلشي مغير. دوزت عندها 4 ايام، جابت لي الكونطرا، قالت لي سني عليها. انا سنيت على الكونطرا على اساس ساكنه واكله شاربه عام ونص، وغنشد 1,080,000 ريال في الشهر، حتى 1,000,000 في الشهر. معليناش فاش ولا لا فاش سنيت على الكونطرا قالت لي اجي نقول لك شنو عندك فيها. قلت لها شنو عندي فيها؟ قالت لي ما تخرجيش وما تهضريش، تصرفي على راسك وتفيقي في 6 الصباح، وعندك شهرين ستاج. وكون قالت لي عندك شهرين ستاج ما غاديش نجي معاها، كونها هي مغربيه غتقدر دير لي اي طريقه وتقول لي سيري فحالك باش تجيب وحده اخرى، وانا الخاسره، انا اللي خسرت كلشي. ما تخرجيش، قالت لي ما تخرجيش وما تهضريش وتصرفي على راسك، وعندك شهرين ستاج وتفيقي في 6 الصباح. بقيت كنتسنى منها كل نهار باش تعطيني الكونطرا ديالي، كل نهار باش تقول لي تخرجي، كل نهار باش دير معايا شي حل وتعامل معايا مزيان. من نهار اللي جيت عندها كل نهار سوء من الاخر، محرومه من الماكله، محرومه من اي حاجه، حتى من الهضره في التليفون ما كانوش كيخليوني نهضر. هي خدامه وراجلها كيقيم مقابلني النهار كامل. واللي ما قدرتش عليها هي العنف، هي العنف ديال الولد اللي كان كيبغي يمارس معايا الجنس. وباه كاين، باه ملي كنت كنقول له سي يوسف شوف ولدك شنو كان كيدير لي، كيقول لي وانت اصلا لا صالحه راكي مطلقه. قلت له انا الا كنت مطلقه انا مرا شريفه وداخله سوق راسي ومحترمه راسي وكنخدم بشرفي على ولدي وعلى عائلتي، ما جيتش باش نمارس الولد مع الجنس مع ولدك ولا معاك ولا مع اي واحد. الولد كيشدني من شعري كله، قطعوا لي كله، حيد لي الشعر اللي فوق راسي كله، كيشدني ينتفني ملي ما كنبغيش نخليه ينعس معايا، كيشدني وكيحيد لي شعري. وانا كنغوت في البيت وباه كيسمع. وكون ما كانوش الجيران اللي هما نصارى اللي نقذوني منهم، وشفت بنت الجيران الشرجم وعطيتها النمره التليفون بالحرف، واخا ما كنعرف لا فرونسي لا والو، عطيتها النمره ديال التليفون وهي اللي اتصلت بالجمعيه وعطاتهم نمرتي، والجمعيه اتصلوا بيا وبداو كيعاودوا لي، بداو كيسولوني على شنو هو المشكل، وبديت كنحكي لهم حتى النهار اللي غادي نخرج فيه. ومنين خرجت مره واحده النهار اللي رجعت مع صاحبتي اللي هي كنعرفها من المغرب، منين رجعت قالت لي اخر نهار غادي تخرجي فيه، الا قلتي غادي تخرجي غادي تسني وغتمشي بحالك للمغرب، والا ما بغيتيش غادي نصيفطك في الصندوق، الا ما بغيتيش تمشي حيه غادي نصيفطك في الصندوق. قلت لها عطيني الحقوق ديالي، الا ما بغيتينيش عطيني الحقوق ديالي وصيفط ونمشي بحالي. قالت لي ما عندكش الحقوق، ما عندك حتى شي حق، ما عندك. قلت لها دبري لي على خدمه الا ما بغيتينيش باش
نخدم في بلاصه اخرى ونكمل الكونطرا ديالي ونمشي بحالي. قالت لي انت عندك كونطرا الا معايا انا، وانا الكونطرا لقيتها عندها هي ما كانتش عطياها لي، وعطيتها لبنت الجيران، بنت الجيران عطاتها للجمعيه، والجمعيه هي اللي قالت لي اشنو عندك فيها، انت راكي جايه تخدمي كونسوله، خدماتك عندها في الدار، وانت راكي عندك باسبور دبلوماسي. الباسبور ما كانتش عاطياه لي حتى هو، غير لقيتو وهزيتو. وقالت لي عندك ما دايره لي لا نهاري لا حتى شي حاجه في الكونطرا لا كونجي ديال باش نخرج ولا نرتاح فيه ولا حتى شي حاجه. السيمانه كلها من 6 الصباح حتى 12 وحده الليل وانا فايقه وانا واقفه على رجل، والسبت والحد زايده تماره على السيمانه كلها، اللي هي تماره خاصني نطيب ونعجن ونصبن ونخمل وندير كل شيء، وندير لها المساج هي، ونقابلها فاش تكون كتغسل وندير لها المساج ونصوب لها شعرها. وشكرا ما كنسمعهاش منها، حتى شكرا ما كنسمعهاش منها. ملي كنقول لها كتقول لي راكي كتشدي علي 1.5 مليون في الشهر. واش هادشي عباد الله قانون؟ وهادشي دابا حق؟ واش حق على واحد يجيب على ناس يجيبوا مواطنه معاهم من بلاد وحده من بلادهم ويتكرفسوا عليها بحال هكا؟ واش الله سبحانه وتعالى قال هادشي؟ واش سيدنا غادي يرضى بهادشي يسمعوا؟ ومني كنت كنهضر معاها على ولدها ونشكي لها كتقول لي نتوما الخدامات كذابين كتكذبوا، ولا هضرتي وقلتي هادشي وحليتي فمك غادي ندخلك للحبس. ملي قلت لها علاش اشنو درت لك كتقول لي غادي نقول لهم هضرتي في الملك. انا غادي نقول بالله غنرفع عليك دعوه بالله هضرتي في الملك. انا كنت كنقول لها بالعكس انا ما غاديش نهضر فيه لان هذاك با اللي ما ولدنيش، كون يسوق الخبر على هادشي اللي دايره فيا راه علم الله هو اللي غادي ياخذ لي حقي. هادشي اللي كاين. ودابا كنطلب من الحكومه وكنطلب من اي واحد ياخذ لي حقي من هاد المراه هذه اللي جاتني تكرفست عليا، واللي هي الملك دارها تما باش تخدم المواطنين. هي راه ما خدامه حتى شي واحد، ما تكلفتش حتى بشي وحده، ما تعاملتش حتى بوحده معاها مواطنه في المغرب اللي تكرفست عليا العنف من كل جهه، بالجوع ما يمكن لي لا نرتاح. المحل اللي كنت كنعس فيه ديبارا ماشي محل، غير الحاجه اللي زايده حاطاها فيه، لا تلفازه لا ماكله لا شراب. الماكله كناكلها مسروقه، نطيبها بيدي وناكلها مسروقه. والنعاس فين ما نجي فاش نسالي شغالي ونمشي نعس ونقول غادي نرتاح حتى كنلقى الولد حيد حوايجي ودخل معايا في الفراش مني ما كنبغيش كيضربني. هادشي اللي كاين. والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق في هاد الناس اللي ما كيعرفوش بقية بلاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل.